السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا جميعا بخير يا رب. بصي بقى يا اختي انتي وهي، انا هف عليا بصراحة اكل الفلافل. نزلت اجيب الفلافل من عند الراجل، لقيته بيقول لي الفلافلية الصغيرة بقت ب2 جنيه والكبيرة 3 جنيه. قلت له ليه؟ وببص كمان لقيت في الزيت الزيت مقدوح وطالع عينيه. قلت طب على ايه ده كل ده يجيب لنا العيا؟ روحي هاتي من عند العلاف نص فول مدشوش واعمليها بنفسك. ورحت فعلا جبت نص فول مدشوش ونقعته في ميه من قبلها بيوم، وجبت بصلتين كبار وجبت راس توم كبيره وجبت خضره حزمه بقدونس على شبت على كزبره على كرات. وقلت والله لا انا عاملها بايديا وقدام عينيا وتبقى زي الفل وهتعمل وفر كمان معي. بس انا قلت وانا بعملها اوريها اللي متابعيني ويشوفوها معي. بس قبل ما نبتدي هنصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقولي يا حبيبة قلبي عشان نكسبوا مع بعض الثواب. هنجيب يا حبيبتي البولة دي، وهجيب هنا الفول المدشوش هحطه فيها زي ما انت شايفة يا قلبي. هفضيها كلها في البولة دي، وهجيب بقى هقطع عليها زي ما انت شايفة كده. هجيب البصل وهقطعه يا قلبي زي ما انت شايفة كده. هحطه على الفول اي تقطيع لان هي اصلا هتتقطع وتتحط في الكبة. وهجيب راس الثوم اهي هنزل بيها برضو على الفول. وهجيب هنا الخضرة بردك هقطعها اي تقطيع زي ما انت شايفة كده. هجيب الكرات اي تقطيع يا قلبي. ان هي اصلا هتتفرم في الكب، فانا مش عايزة تقطيع يعني متساوي، اي تقطيع. زي ما انت شايفة كده يا روحي. حطيها برضو هي الفلافل على فكرة بتحب الخضرة. انا جايبة من كل حاجة حزمة يعني. يا قلبي هي خلاص جاهزة كده ان انا افرمها بقى ايه في الكبة. هبتدي بقى اخد حبة حبة في الكبة كده، احاول اخد حبة حبة كده ونفرمها مع بعض. وكده يا قلبي اهو زي ما انت شايفة كده نعمتها. بصي الخضار، بصي الجمال. ولا تقولي لي بتاع فلافل ولا تقولي لي زيت مقدوح ولا تقولي لي اي حاجة من دي، وصحية وتعمليها في البيت ونضيفة زي ما انت شايفة كده. حاجة 10/10. نكمل بقى الكمية واوريها لكم حبايبي. كده خلصت فرم الفلافل يا حبيبتي زي ما انت شايفة كده. زي ما انت شايفة خضرة وجميلة وناعمة. انت حاولي تنعميها كذا مرة اهو يا حبيبتي. هنا بقى قبل ما احفظها في الفريزر هحط عليها حبة كزبرة ناشفة. الكزبرة الناشفة هنا بتديها
طعم ونكهة حلوة قوي وهي بتتقلى. تقلبيها كده تقلبي بعضيها يا حبيبتي كويس. خلاص كده هبتدي بقى احفظها في اكياس عشان احطها في الفريزر. هبتدي بقى يا حبيبتي، انا هجيب اكياس اهو بكيسها عشان اشيلها في الفريزر زي ما اتفقنا اهو يا قلبي كده. طبعا كل واحد هيشيل على قد الوجبه اللي هو محتاجها زي ما انت شايفه كده. هحاول بقى افردها في الكيس عشان انا عايزاها لما احتاجها الاقيها الاقيها تفك بسرعه. ماحطهاش بقى بحالها كده، لا افردها واطلع الهواء منها يا قلبي زي ما انت شايفه كده. خلاص كده يا قلبي زي ما انت شايفه. هاتني بقى الكيسه كده اهو يا قلبي، بتبقى كده. وزي ما انت شايفه كده يا قلبي، نص كيلو فول مدشوش. طلعي كام كيسه ما شاء الله اهو، وكمان قليت منها. عايزه اقول لك بقى عشان تقليها وما تطلعش معاكي مكتومه، طبعا هتتبليها بشطه وكمون ورشه كربونات صغيره كده عشان ما تطلعش مكتومه بس. وطبعا زي ما انتوا عايزين، انا قليتها كده عادي. لو عايزين تحشوها جبنه وتقلوها، عايزين تحشوها بسطرمه وتقلوها، كل واحد وراحته. انا عملتها بصراحه قليتها كده يعني ساده من غير اي حاجه، وحطيت جنبها حبه لفت اللهم بارك، يعني طالعه طعمها زي العسل. والف هنا وشفا، ويا رب تعجبكم. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.